السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة فوت ماروك الخاصة بالأخبار الرياضية المحلية والدولية الكبرى التي سأجدر إعجاب واشتراك سريعا. نبدأ حلقة اليوم. توصلنا بزاف ديال اللوائح ديال المنخرطين اللي وقعوا على وثيقه رسميه تعكس الرغبه ديالهم في اجراء الجمع العام، وتم ارسال هذه الوثائق اللي تم يعني التوقيع عليها الى بشكل استعجالي الى رئيس النادي هشام يتمنى عبر مفوض قضائي في خطوه قانونيه تحمل الطيات ديال هذا الهدف على ان الاعضاء ديال فريق الوداد الرياضي المنخرطين باغيين ان الجمع العام يدوز في الوقت ديالو، بغا يعرفوا اكزاكتومون الوضعيه ديال الفريق، خصوصا الماليه. بعد قليل غنستقبلوا واحد من المنخرطين ديال فريق الوداد الرياضي اللي غيتكلم لنا على هاد الخطوه اللي قدموا عليها المنخرطين، واللي كتعتبر هي خطوه جديده في المحيط ديال فريق الوداد الرياضي ما بعد سنوات كثيره كان المنخرط غائب على الواجهه او مغيب على الفريق ديالو. هو عزيز دائما كنقولوا قوه اي نادي في البرلمان ديالو. الا كان برلمان قوي، برلمان اللي كيحاسب، برلمان اللي كيدعم ايضا، ما كتكونش على المحاسبه، كيكون ايضا حتى الدعم ديال الفريق. وكنا كنقولوا دائما فريق الوداد الرياضي، يعني دائما المنخرطين كانوا مغيبين لا في الفتره السابقه لا في هذه الفتره هذه، لان اليوم ملي كنتكلموا على منخرطين كندوي على اسماء وازنه ايضا للعبات فريق الوداد الرياضي. يعني ما كندويش على منخرط عادي اللي ما لعبش، لكن منخرطين اللي عندهم القيمه ديالهم، منهم ايضا لاعبين اللي كانوا لعبوا في فريق الوداد وعطوا الشيء الكثير. من حقهم عزيز، لان اليوم كندوي على المحاسبه الماليه اولا، لان كنت تكلمت عليها شحال من مره، سيرتو في المشاركه ديال قبل الفريق. ما توصل للمحاسبه تعرف الوضع. فوالا، لا شوف، انا تكلمت عليها عزيز، تكلمت عليها في المشاركه ديال فريق الوداد في كاس العالم. اش قلت بان الوداد على المستوى التقني ما كناش كنتظروا لنا الشيء الكثير، لان كنا قلنا بان الوداد غتستافد ماديا، يعني غتكون استفاده ماديه، غادي ترجع للفريق بشكل ايجابي، غيكونوا انتدابات في المستوى الكبير. لكن ما بقى الغموض. اشنو هو فريق الوداد اشنو استفد من المشاركه ديالو في كاس العالم؟ هذه واحد. ايضا المبالغ الماديه اللي استفد منها فريق الوداد الرياضي فين مشات؟ لان الرئيس والمكتب المسير خاصهم يكونوا واضحين في هذه المسائل. ها شحال دخلت هذا الوداد، ها المصاريف، ها فين مشاو. دابا الوداديين حتى واحد ما عارف شنو هو المبالغ الماديه اللي استفد منها من منافسات كاس العالم، وايضا فين مشاو هذه المبالغ الماديه ولا فين غيمشيو. يعني ما كنقولش بان هذه المبالغ الماديه تخسرات ولا مشات لشي بلاصه، ولكن خاص المنخرط والوداديين خاصهم يعرفوا هذه المبالغ الماديه فين مشات ولا فين غادي تصرف، ولا اشنو غيدير بها فريق الوداد، اشنو هما اللاعبين ايضا اللي غيستافدوا من فريق الوداد، اشنو هما اللاعبين اللي مشاو. لان حتى بعد اللاعبين اللي كنسمعوا مشاو، كاين بعض اللاعبين اللي كاينين في اللائحه اللي بقات هنا كتدرب مع حسن ناظر، اشنو المصير ديالهم في داخل فريق الوداد. هو لحد الساعه باش نكونوا واضحين، انا عندي نموذج ديال الاستماره اللي تم التوقيع عليها. شنو كيطلبوا المنخرطين بالضبط؟ فهذه الوثيقه هي قدامي، فيها الاسم كامل، بطاقه تعريف، رقم الانخراط، رقم الهاتف. الموضوع هو طلب عقد الجمع العام العادي، سلام تام بوجود مولانا الامام. وبعد يشرفني بصفتي منخرطا رسميا بنادي الوداد الرياضي ان اتقدم الى سيادتكم بهذا الطلب الرامي الى عقد الجمع العام العادي للنادي، وذلك استنادا الى المادة 18 من النظام النموذجي للجمعيات الرياضية الصادرة عن وزارة الشباب والرياضة، والقانون رقم 3009 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، وبلاغ الجامعة الملكية المغربية القاضي بضرورة احترام الآجال القانونية لعقد الجموع العامة وممارسة الأجهزة التقريرية. كذلك جاء في هذا الوثيقة هذه بناء على هذا الشيء فإنني أؤكد على حقي كمنخرط وفقا للنصوص المشار إليها أعلاه في المساهمة في تتبع وتقييم تدبير شؤون النادي ومراسلة أو ممارسة دور الرقابي على التسيير الإداري كما ينص على ذلك، أو المالي كما ينص على ذلك، أو كما تنص على ذلك القوانين المؤطرة. ويهدف هذا الجمع إلى عرض ومناقشة التقرير الأدبي للموسم المنصرم، التقرير المالي الخاص بالنادي،
فتح باب النقاش والتفاعل بشأن مضامين التقريرين في إطار الشفافية والمحاسبة ووفقا لما يفرضه منطق التدبير السليم والحكامة الجيدة. وعليه أطالب سيادتكم بالتعجيل بتجديد أو بتحديد تاريخ ومكان عقد الجمع العام العادي ضمن الآجال القانونية، وتمكين المنخرطين من الوثائق المتعلقة بجدول الأعمال وفقا لما ينص عليه النظام الأساسي للنادي والنصوص القانونية ذات الصلة. تفضل سيد رئيس بقبول فائق عبارات الاحترام والتقدير والسلام. يا عزيز، اول حاجه اشنا هي الاسباب؟ لان ضروري من نتكلموا على الاسباب اللي خلات يعني المنخرطين فريق الوداد يخطوا هذه الخطوه هذه. لان اول حاجه اللي خصنا نعرفوا بان المنخرط هو يعني عنصر من المنظومه الكرويه ديال المغربيه، والمنخرط الودادي من حقه انه علاش كيديكلاري يعني بالجمع العام، لان الجمعيه هي الظرفيه اللي كيحاول ما امكن انه يلقي فيها الاسئله تكون اجوبه يعني شافيه. لان في ظلاش في ظل كنظن بان عدم التواصل، انا كنتكلم سيما وانا كنعرف يعني كنتفهم هذه الوضعيه وهذه الخطوه اللي خطاها المنخرطين ديال فريق الوداد. هو تخوف في حد ذاته، لان غادي نتكلموا على الفتره من بدايه السنه منذ مكونه الى يومنا هذا. كنظن يعني شاف يعني المتتبع العادي من غير الودادي يعني المتتبع العادي غادي يطرح اكثر من تساؤل. يعني شحال ديال الانتدابات، شحال ديال لي ترانسفير، يعني خاصهم يعرفوا الوضعيه الحاله الماديه ديال فريق الوداد. وهذا ما يكمن الا في اطار واحد الجمع العام اللي غيعطيهم ديك الفرصه على اساس انهم يطرحوا عدد من التساؤلات. لان يعني ما يمكنش نبقاو غاديين في واحد السفينه ويعني وهذا حق مشروع يعني كضمنوا لهم القانون الداخلي ديال النادي. وداير كيف قلت يا اخويا رياض بان المنخرط هو يعني برلمان ديال النادي. دونك كان من حقي نعرف فين غادي السفينه غادا، خصني نعرفها فين غادا، فين غترسي، نعرف الوضعيه ديالي الحاليه، نعرف اش ماليه وما عليه. هذا هو الاشكال اللي مطروح دابا حاليا، هو تخوف عمل عند المنخرطين. نعم، احنا غادي نمشيو نشوفوا الضيف ديالنا السي كريم قليبي، منخرط فريق الوداد الرياضي، وواحد من الاسماء اللي وقعت على هذه الوثيقه ديال المطالبه بعقد الجمع العام واللي توصل بها فريق الوداد الرياضي، الاداره ديال فريق الوداد الرياضي عن طريق مفوض قضائي. السي كريم اهلا وسهلا. السلام عليكم خويا عزيز، شكرا على الاستضافه. سي كريم، يعني هذه الخطوه اللي اكيد الوداديين ما تعودوش عليها في السنوات الاخيره ديال المنخرطين، ان قلتها كان الدور ديال المنخرط غائب او مغيب. الان انتم كمنخرطين في هذه المرحله الجديده، شنو اللي خلاكم انكم تقدموا على هذه الخطوه هذه بمراسله الرئيس والمكتب المديري عن طريق مفوض قضائي وعن طريق استمارات وثائق اللي تم التوقيع عليها من اجل المطالبه بعقد الجمع العام العادي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا كما تتعرفوا هذا في إطار احترام تام لمحتذيات القانون ديال التربية البدنية والرياضة اللي هو القانون 30/09، وكذلك بناء على محتذيات القانون الأساسي الخاص بالنموذجي الخاص بالجمعيات الرياضية المتعددة الفروع، وبالضبط المادة 18. وكذلك بناء على التوصيات والمراسلات ديال الجامعة الملكية لكرة القدم التي دائما تدعو إلى احترام النوادي الوطنية، يعني الآجال القانونية من أجل انعقاد يعني الجموع العامة ديالهم. احنا بالنسبة في غياب واحد رؤية، في غياب تواصل، كما كنا طالبنا السيد الرئيس على انه يداروا جموع عامه غير عاديه، لان كنا مباشره بعد الجمع العادي اللي دار السنه